نصه اللي راكب لسه الظهر بتاعه اللي هو هيقفل عليه دلوقتي. وده بيكون شكله النهائي. قميص شتوي. الترزي بعتهولك؟ الترزي بعتهولي لسه متفصل جديد؟ لسه متفصل وجاي عايز يركب فيه الكباسين، مش عايز يعمل عراوز ولا عايز يعمل كباسين. كباسين اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الكباسين اللي تفتح وتقفل، اللي هي زي بتاعه المحفظه دي بس المقاس الاكبر بقى معدن برضه. المعدن برضه ديت. بتركبها له كبس بالمكنه؟ بنركبها برضه كبس على المكنه وهتشوفونا دلوقتي واحنا بنركبها ازاي. مراحل بقى تجهيزه طبعا دي المراحل الاول. اول حاجه بنعلم على الاماكن اللي عايز يركب عليها، وبعد كده بنبدا التخريم تاني. بس ده التخريم هيبقى بالمكنه مش هيبقى بالسمك والدقي زي اللي عملناها للفستان. عشان لما اضغط على النحاس ديت ما تطرنيش السلاح تعمله. وفي نفس الوقت تفضلي الخرم بتاعه من اي رش من القماش ولا حاجه. مرحله التخريم. نبتدي اول حاجه التخريم بتاعنا. طبعا دوت لازم يبقى مظبوط عشان الغلطه بفوره فيه. احنا خرمنا اللي هو القميص اللي هيتركب فيه، هو مش شتوي تقيل. تمام. اهي هنبدا نركب بقى ايه. وطبعا بتختاروا بقى الزراير اللي هي الموضه. طبعا كباسين الموضه. على حسب المتوفر وحسب اللي بيختاره الزبون. والشكل اللي بيحبه. في اشكال برضه ليها موضه يعني في كباسين ليها اشكال طبعا كتيره، وهي اللي طالعه موضه دلوقتي خصوصا بيستسهلوها دلوقتي. تمام. تركب على مرحلتين. المرحله الاولانيه بيبقى اللي هو الوش اللي هو زي ده كده. وكده ركبت الكبسوله. معدن هي. طبعا وغير قابله للصدى. دي اهم حاجه. ركب ده نصه اللي راكب لسه الظهر بتاعه اللي هو هيقفل عليه دلوقتي. وده بيكون شكله النهائي بعد تركيب الصفين يعني. لسه ده الصف الاولاني. الصف الثاني هيركب على طول اهوت. دي جلابيه برضو احنا بنركب الكباسين بتاعتها اهيت. دي متفصله وجايه عشان نركب لها كباسين، وركبنا لها كباسين وهنركب لها الكم دلوقتي قدام حضراتكم اهي. ده من ضمن برضو الحاجات اللي احنا بنعملها محل الخردوات. ومش الشكل ده بس، ده في اشكال كتيره جدا لو عايزين تشوفوها برضو. يعني العميل بيجي يختار الشكل اللي هو عايزه اللي يناسب لون القماشه والشكل والنقشه على حسب. وبتبقى طالعه كانها من المصنع بالظبط. وشغل يدوي. كل ده برضو شغل يدوي. احنا بنركب الكباسين قدام حضراتكم اهي سهله اهيت اهي. وتواكبوا برضو التطور والموضه كل حاجه احنا ان شاء الله الحمد لله بنعملها عندنا خاصه بالملابس، خصوصا في الكباسين والحاجات اللي زي دي كده. عندنا برضو في الكباسين اللي احنا بنركبها هنا في مشكله تظهر مع الزبون، خصوصا في الكباسين اللي بتبقى في الملابس بتاعته. في كباسين بتبقى قابله للصدى، هو للاسف ما بيبقاش عنده فكره عنها، فلما بيغسل الحاجه مره واتنين يلاقي الكباسين صدت وطلعت البقع بتاعه الصدى على الميه. في هنا عندنا الحمد لله لقينا هنا مزيل بنبدا نبيعه للزبون علشان يشيل الصدى. لما يجيب لنا حاجه عليها مثلا فيها كباسين بنكسر له الكباسين الاول وابيع له هي مزيل الصدى، ياخده بيغسله وينضفه ويرجعه لي تاني، اروح مركب له حاجه من غير ما بتصديش. طب هو يعرف ازاي الحاجه بتصدي او ما بتصديش؟ بتحتاج حاجه صغيره كده تبقى معاه، حته مغناطيس صغير حاجه زي كده اهوت، مغناطيس اهي. يجي بقى على الكبسونه عشان يشوف الكبسونه بتصدي ولا ما بتصديش، يشوف الكبسونه كده اهوت. لو المغناطيس ما لزقش يبقى الكباسين دي ما بتصديش، يبقى مطمن. اما لو الكبسونه زي كده اهو لزقت اهي، لزقت كده يبقى الكباسين دي بتصدي، يبقى الكباسين ياخد باله من حاجه زي كده. اشترى الحاجه خلاص وملهاش مرتجع ولا حاجه، في الغسيل بقى يحافظ يغسل بسرعه وينشفها بسرعه، ما يسيبهاش في الميه مده طويله عشان ما تصديش معاه او تقعد معاه مده طويله. لكن لو صدت لها عليك اتصدت ليها عليك بنكسر الكباسين. عندنا المحلول هو بتاع مزيل الصدى دوت بنبيعه برده، الازازه دي كده اهوت. طب ده ما بيأثرش على الملابس؟ لا ما بيأثرش على الملابس. لا يعني حضرتك اللي بتزيلها ولا بتديله هو؟ لا انا بديها له هو يغسلها، هو يعملها عنده في البيت. وبتشيل بقى الصدى وبتشيل بقع الصدى. للاسف مش عندي حاجه عشان اوريها لك على الطبيعه بتشيل الصدى ازاي، لكن هي سهله جدا. مفعولها كويس واكيد وسعرها كويس وفي متناول الايد، لانه بس ما بيحتاجش الاساس دي كلها، هو بيحتاج نقط منها على بقع الصدى ودي بتبقى عنده كده موجوده للطوارئ. ولا اي يمكن لو حتى لو بقطاره يبدا ينقط كده فوق كل بقعه